جدو، انت دايما كنت بتحكي لي عن قديسين عظام. النهارده عايز اسمع منك قصة جديدة. عندي ليك قصة جميلة قوي عن القديس أنطونيوس اللي بيقولوا عليه أبو الرهبان. ابو الرهبان؟ يعني هو اللي اخترع حياة الرهبنة؟ مش بالظبط، لكن هو اللي بدأ حياة الوحدة واللي اتعلم منه ناس كتيرة جدا. ويا ترى كان بيعمل ايه عشان يبقى قديس؟ هو كان شاب غني لأسرة موجودة في قمن العروس في بني سويف، لكن بعد ما أبوه وأمه ماتوا لما مرة راح الكنيسة ودخل القداس لقى أبونا كان بيقرأ الإنجيل، وحس وقتها إن صوت الإنجيل ده هو صوت ربنا ليه. لما سمع كده أبونا وهو بيقرأ الكتاب المقدس وقال: إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك ووزعه على الفقراء وتعال اتبعني. يعني ساب كل فلوسه كده عادي يا جدو؟ يا حبيبي، وودى كمان أخته البيت العذارى وساب الدنيا كلها علشان يعيش مع ربنا وقتها في الصحراء. بس ليه راح الصحراء يا جدو؟ مش كان ممكن يفضل في المدينة وقتها؟ كان عايز يكون قريب من ربنا وبعيد عن كل انشغالات الدنيا، لكنه هناك واجه تحديات كبيرة جدا. تحديات زي ايه يا جدو؟ كان الشيطان وقتها بيحاول يخوفه ويبعت له أفكار بالملل والتعب، لكنه كان بيصلي وبيفضل قوي في إيمانه. وفي مرة شاف ملاك بيشتغل وبيصلي، وفهم إن العمل والصلاة مع بعض هم السر اللي يخلوه سعيد وفرحان بحياته الجديدة دي مع ربنا. يعني حتى وهو في الصحراء كان بيشتغل يا جدو؟ طبعا وقتها كان بيشتغل وكان بيضفر الخوص علشان يقدر يعيش منه وما يكونش عنده كمان وقت يحس فيه خالص بالملل. بجد ده كان شخصية عظيمة قوي. وبعدين حصل ايه؟ احكيلي بسرعة يا جدو. بعد سنين من الوحدة بدأت ناس تجيله علشان تتعلم منه، وهو علمهم الرهبنة والحياة الحقيقية مع ربنا، لدرجة ان في وقت من الاوقات لما الامبراطور بعت له رسالة ما ردش بسرعة، ولما سألوه ليه عملت كده قال لهم: انا مشغول بالرد على رسالة الله ملك الملوك. يا جدو، حتى الامبراطور كان عارفه وقتها؟ اكيد يا حبيبي، لانه كان نور كبير في زمانه والناس كلها كانت بتحبه وقتها. ويا ترى يا جدو كان عنده كام سنة لما مات؟ عاش لحد ما كان عنده 105 سنة، وكان فرحان وعنده صحة لآخر يوم في حياته وقتها. نفسي قوي أكون زيه يا جدو، بس من غير ما أروح الصحراء. مش لازم تروح الصحراء، المهم تعيش مع ربنا في قلبك وتكون قوي دايما في إيمانك زي الأنبا أنطونيوس.